اشتراك الجيم اللي دفعته وما روحتش متعلق، والفيديوهات والمقالات اللي حافظها علشان تقرأها أو تشوفها بعدين متعلقة، والكتاب اللي اشتريته وما كملتش فيه صفحتين متعلق، وكل وعد وعدت نفسك بيه وما كملتش فيه للآخر متعلق، كل كورس سجلت فيه وما ذاكرتش برضه متعلق. وكل الحاجات المتعلقة دي مش منسية، كل واحدة فيهم واخدة حتة بسيطة جدا من طاقتك ومساحة من تفكيرك كان ممكن فعلا تملاها بحاجة جديدة أو نافعة، حاجة تنفع دلوقتي في المرحلة اللي انت فيها دلوقتي دي. كل الحاجات اللي انت عاينها دي ملهاش لازمة، لو كان ليها لازمة كنت استخدمتها. انت أصلا ما عندكش وقت كفاية تدير بيه حياتك الحالية، يبقى هتجيب وقت منين علشان تستثمر فيه الحاجات اللي من الماضي؟ الحاجات دي لازم تفكر فيها كويس. انت اللي بتكبل نفسك في كل حاجة بتبدأها وما بتكملش فيها للآخر. انت كبلت نفسك، أيدت نفسك بحاجة. حاول تخف، حاول تمسح الحاجات اللي ملهاش لازمة، حاول تتخلص من كل الحاجات المكدسة دي. أقرب مثال على ده هو الموبايل اللي في إيديك دلوقتي. لما بتزود عليه حاجات كتير ملهاش لازمة وحاجات ما بتستخدمهاش، إيه اللي بيحصل؟ بيتقل منك وأداؤه يبدأ يضعف. العقل نفس الكلام، ما ينفعش تكدس عليه وتقول هيستحمل. نظف ذاكرتك علشان تكمل معاك، اقفل الحاجات القديمة وخلص اللي بدأته، وافصل في كل حاجة مش هتكمل فيها. مش كل حاجة لازم تكملها للآخر، لكن كل حاجة لازم تعرف نهايتها فين علشان ما تفضلش مفتوحة هنا ومتعلقة. المصريين بيقولوا ايه؟ المصريين بيقولوا اقطع عرق وسيح دمه. لما تيجي تحل مشكلة تحلها بالمواجهة، تحلها وتخلص، مش تسيبها مفتوحة وتهرب منها وفاكر انها خلاص خلصت. حاول دايما عقلك يكون خفيف علشان يكون في مساحة كافية تتعلم حاجة جديدة. لما العقل يشتغل بكفاءة هتبدأ تشوف ده على حياتك، هتبدأ تشوف تأثيره ده في كل حاجة يومية بتعملها. زي ما في ناس بيعملوا اكتناز قهري، بيجمعوا حاجات كتير جدا ويعينوها، فتلاقي حياتهم كلها زحمة، بيوتهم زحمة، أفكارهم كلها مزدحمة، كل حاجة داخلة ببعضها. في ناس كتير جدا برضو بتعمل اكتناز قهري بس للعقل. العقل زيه زي أي عضو في الجسد بيتعب، فكل ما هتزود عليه حاجات كفاءته هتقل وأداؤه هيضعف معاك. فحاول تخف شوية عن عقلك ده، لأن عمر الهدف مكان إنك تحمل عليه حاجات كتير أو إنك تعمل حاجات كتير. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل ما أحب الأعمال إلى الله قال خير الأعمال أدومها وإن قل. فعمرها ما كانت بالكترة ولا بالاكتناز ولا بالزحمة، ولكن بإن اللي بدأته تكمل فيه مهما كان بسيط. كلنا لازم نكون فاكرين إن مش بكتر اللي بتعمله ولكن بجودة اللي بتنجزه. كلنا لازم نكون فاكرين إن لازم يكون في مساحة في العقل علشان يتعلم حاجة جديدة. كلنا لازم نكون عارفين